نساء، ودماء رابعه ومناحه ليل نهار في البيوت. على ايه المناحه دي؟ ما تعمل المناحه دي على سوريا يا عم، ما 300,000 قتيل هناك، اشمعنى رابعه يعني؟ ما عندكش غير رابعه؟ 1000 قتيل ولا 300,000؟ مش المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وبيدهم على من سواهم؟ ليه ما بتبكيش على العراق؟ مليون شهيد في العراق، والثوره الجزائريه قبل كده مليون شهيد، وافغانستان مليون، وتركستان الشرقيه 5 مليون، وروسيا 20 مليون اتقتلوا من الاسلاميين في الثوره البلشفيه. مفيش غير 1000 بتوع رابعه ليه؟ هو دماء المسلمين مش كلهم واحده؟ طب والظباط والجنود والعساكر والشرطه اللي بتقتل النهار دي مش موجوده معانا دي؟ طب ومجزره العباسيه مش موجودين؟ مش اتقتلوا برضك دول؟ واحداث سجن بورسعيد واستاد بورسعيد مش دول قتلى برضك ودماء؟ و25 يناير ومسرح بلون ومجلس الوزراء وذكرى محمد محمود الاولى والثانيه. هو مفيش غير قتلى الاخوان؟ هو قتلى الاخوان دول اذكى من غيرهم واطهر من غيرهم؟ ما نفوق شويه يا اخوان، نفوق شويه فعلا. احنا يعني مفيش غير الدماء دي بس؟ في دماء المسلمين كلهم متساويه، الدماء كلها حرام. اللي هيتكلم عن الدماء يتكلم على الكل. كان في 1500 واحد في 28 يناير 2011، 1500 راحوا فين دول؟ هتتكلم عنهم؟ ماشي يا اخوانا، يبقى معلش يعني ما تبقاش منهزم ولا منكسر. منكسر على ايه؟ انت منكسر ومنهزم نفسيا ليه؟ وعمال حاطط نفسه في موقف الدفاع. موقف الدفاع هو اللي خرب البلد، هو اللي كان في ايده فرصه وضيعها، هو اللي فشل، هو اللي خدعنا وقال خبره 80 سنه، هو اللي كان متعالي على الناس، وهو اللي كان معاند وما عندوش مرونه، هو اللي غلط يتحمل اخطاء. احنا نتحملها احنا ليه؟ وبيرمي بلاء علينا؟ انا عايز كده تبقى الاخوه كده عندها قوه كده. انت مكسوف من ايه؟ وعندك هزيمه نفسيه ليه؟ وخاضع كده ومذلول وعمال تدافع عن ايه؟ هو اللي غلط، هو كان في ايده فرصه وضيعها. فالاخوه اخواننا لازم يبقى عندها قوه كده وثبات وما يهمهاش غيرها، وتماسك والتفاف حول قيادتها.